انتهت قبل قليل مسطرة تقديم الموقوفين الموضوعين نروه الحراسة النظرية على خلفية احتجاجات جيلزيت أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط وعددهم 35 شخصا. وأكدت مصادر حقوقية أن النيابة العامة قررت متابعة المجموعة الأولى التي تضم 16 شخصا في حالة سراح مع كفالة قدرها 5000 درهم لاثنين و3000 درهم ل14 شخصا آخر. وفيما يخص المجموعة الثانية والثالثة فقد قررت النيابة العامة متابعة شابين في حالة اعتقال وحفظ ملف الشابة. وحضر لمؤازرة محتجزي جيل زد أزيد من 50 محامي ومحامية مع تسجيل أزيد من 100 مؤازرة لمحامين ومحاماة من مختلف هيئات المحاميين بالمغرب. وأضافت ذات المصادر أن القاسم المشترك بين جميع المستمع إليهم حسب ما صرحوا به للنيابة العامة هو أنهم تعرضوا لعنف معنوي ونفسي تجسد في استعمال كل أنواع الاحتقار والسب والقذف بعبارات نابية مهينة وحاطة بالكرامة البشرية من طرف القوات العمومية. وخلال فترة الحراسة النظرية بما فيها شابة في مقتبل العمر كانت ضحية خطاب لا يستعمل إلا بصدد التحرش الجنسي. وصرح الموقفين جميعا وفق ذات المصادر أنهم جميعا لم يشاركوا في أي وقفة بل تم توقيفهم بعد مرورهم في أزقة وشوارع متفرقة بمدينة الرباط عندما كانوا بصدد تجول أو بصدد قضاء حاجياتهم الخاصة. جيل زيد الجزائري يعلن بداية احتجاجاته وزحفه للمرضية لطرد العصابة. تعيش الجزائر على واقع غليان سياسي واجتماعي جديد مع اقتراب الثالث من أكتوبر 2025، حيث أعلنت مجموعة تحمل اسم غونز زد 213 عن عزمها النزول إلى الشارع لإحياء روح الحراك الشعبي في موجة جديدة من الاحتجاجات ستزحف نحو قصر المرضية لطرد ما تسميه بالعصابة التي تسيطر على الحكم. إذ جاء هذا الإعلان الذي تزامن مع تداول صور لقيادات من الجيل القديم المتشبث بالسلطة ليؤكد أن الشباب الجزائري الذي ينتمي إلى جيل زد بات يرى نفسه الوريث الحقيقي لنضال الآباء والأجداد، وأن ما عجز عنه الكبار سيحققه الشباب بإصرارهم. وشدد البيان الصادر عن هذا التجمع الشبابي على أن موعد ثالث من أكتوبر سيكون محطة فارقة في مسار الصراع السياسي بالجزائر، معتبرا أن الحراك الذي انطلق سنة 2019 لم يمت بل دخل في سبات فرضته الظروف الداخلية والدولية قبل أن يعود اليوم بزخم جديد، حيث أكد أصحاب المبادرة أن لا سبيل للإصلاح إلا برحيل رموز النظام الحالي وتفكيك شبكات الفساد التي أرهقت البلاد. هي إشارة واضحة إلى الطبقة الحاكمة التي يصفونها بالشيخوخة السياسية. وحملت الصور المرفقة مع البيان والتي تضمنت وجوها بارزة من قادة النظام الجزائري رسائل قوية مفادها أن الشعب لم يعد يقبل استمرار هذه الوجوه على رأس الدولة، وأن الجزائر بحاجة إلى تجديد دمائها السياسية والاقتصادية من خلال منح الفرصة للأجيال الشابة لقيادة البلاد نحو مرحلة جديدة من الحرية والديمقراطية. وهو الخطاب الذي يعكس تصاعد الوعي الجماعي بضرورة التغيير وسط أزمة اقتصادية خانقة وتراجع الثقة في المؤسسات الرسمية.